اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. الوصفة بتاعت روز النهاردة محشي. طريقة عمل محشي الكوسة. محشي الكوسة ولا أروع ولا أجمل من كده محشي، وسهل جدا. الوصفة بتاعتنا والتركات بتاعتنا امشوا معايا بنفس النظام طلعوا أحلى وأجمل نوع من أنواع المحشي. المحاشي طبعا أنواعها كتير زي ما احنا عارفين، وأنا عملت قبل كده معاكم محشي الكرنب ومحشي ورق العنب. النهاردة هنعمل محشي الكوسة، والأول مرة في القناة أعمل لكم محشي الكوسة. قبل ما ندخل على الفيديو نصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. بوريكم قد ايه الكوسية كانت جميلة. الكاميرا ظالمة لونها. ببتدي بقى ان انا اعملها بالشوكة بس كده. او باللي هي قشرة البطاطس لو متعرجة، اللي هي بتاعة تخريط الجزر. ببتدي بقى ان انا امشي عليها خطوط طولية كده، واحدة جنب واحدة. يا اما امسكها بالسكينة زي ما هوريكم دلوقتي، واشتال منها القشرة الخارجية بس. انا اهو زي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي، هشتري القشرة الخارجية بس، مش عايزة يعني احوش القشرة كلها كاملة. لان طبعا زي ما احنا عارفين ان القشرة بتاعة الخضار او الفواكه الفايدة كلها تحت القشرة مباشرة. فأنا مش عايزة أحوش الفايدة أو أشتري الفايدة بتاعتها أو قيمتها الغذائية أقللها. بالطريقة دي كده بالسكينة. لو حابة تعمليها بالشوكة زي ما أنا عملتها، وبعد كده بتعمليها بعد كده بغسلها غسلة كويسة في الأول وغسلة كويسة بعد لما بعملها. ببتدي بقى بالمقوار وبقورها واحدة تلو التانية. لما ببتدي بقى اخلص الكميه اقول لكم بقى هنعمل ايه. انا كده ببتدي اقورها بوريكم. انا مش بحبها طويله زياده عن اللزوم، فبكسرها نصين وبعملها بقى ايه، تبقى قصيره هي شويه كده. بتساعدني انها تاخد محشي كتير، بتساعدني انها يبقى شكلها في التقديم جميله، بتساعدني ان انا ارصها رصه كويسه. لو هتعمليها طويلة يبقى هتعمليها تطبخيها في حلة. انا طبختها في الاتنين، طبختها في الصينية وطبختها في الحلة، بحيث ان اوريكم ان اللي مش حابب اي طريقة يمشي على الطريقة التانية. يعني انا مش بقف عند حاجة معينة. وما توقفيش نفسك حبيبتي، لو انت لسه مبتدئة او داخلة المطبخ اوعي تخافي ولا توقفي نفسك عند اي حاجة. المتاح عندك والموجود عندك اعمليه. هتقدمي وهتبهري كل اللي حواليك. هتقوري بقى كده على رأي ايه، على رأي دو لما بتقولك قور قور بالمقوار، زي اضرب اضرب بالخلاط. سلمي على المتابعين يا وعد، انت ما سلمتيش عليهم من زمان. ازيكم عاملين ازيكم عاملين ايه؟ الكوسة طعمها يومي يومي يومي. جربوها ومش هتندموا. ومتنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان اول لما ننزل الفيديو تبقوا اول ناس تشوفوه. عايزين عيلتنا الجميلة ايه، تكبر. عايزين نوصل للمليونية يا جماعة ان شاء الله بإذن الله، بفضل الله وفضلكم عايزين نوصل للمليونية ونتم عيلة كبيرة جميلة. بفضل الله الأول وبعدين بفضلكم. أحلى وأجمل متابعين في حياتنا وأحلى حاجة حصلت لنا في الدنيا. وربنا كرمني بيكم دايما. خلاص انا كده ببتدي اخلص كمية تقوير الكوسة، وببتدي بقى ان انا ايه انزل بالبصلة في المادة الدهنية بتاعتي. وبعد كده لحد لما تدبل. وبعد كده بنزل بالطماطم المبشورة او المعصورة، انا طبعا ضربها في الخلاط. على رأي دو برضو اضرب اضرب ايه، اضرب اضرب بالخلاط. بعد كده هبهر البهارات الجميلة بتاعتي. طبعا اي بهار عندك تحبي تحطيه في المحشي حطيه. البهار اللي انت ترتاحي فيه او انت بتحبيه انزلي بيه. انا بهرت بقى فلفل اسمر كمون كزبرة قرفة بابريكا. اي بهار عندك ممكن تحطيه وتحسي ان هو هيعمل نكهة حلوة في المحشي حطيه. ملحي بقى المحشي بتاعك كويس او الصلصة بتاعتك كويس. الصلصة طالما استوت بتنطر المادة الدهنية فوق، والصلصه بتبقى تقيله لتحت زي ما انتم شايفينها كده، وعاطيه لون جميل ما شاء الله لا قوه الا بالله. كميه الرز بتاعتي اللي انا حباها او اللي انا هستكفي بيها في المحشي. طبعا انا ما حطيتش برضو مقدار في المحشي او مقدار معين للمحشي بتاع الكوسه او اي محاشي. عينك هي مقدارك. عينك هي هتقدر تحدد قد ايه الورق بتاعك، قد ايه الرز اللي هتكلفيه، او قد ايه انت هتعملي الحله بتاعتك او هتحطي فيها كميه ايه.
غسلت الرز كويس جدا، وبدات ان انا انزل بيه على الصلصه اللي انا مبهراها، وبدات ان انا انشفه كويس جدا من الميه بتاعته. حزمه من الكزبره، من الشبت. لو حابه تحطي بقدونس اوكي مفيش مشكله، مغسولين كويس جدا ومتخرطين. ببتدي انزل على الصلصه والرز بتاعي. بعد كده معلقتين كويسين من الثوم المفروم بحطهم فوقها. اوعوا تنسوا الثوم المفروم، الثوم المفروم ده بيودي المحشي في مكان تاني خالص، هو اساس المحشي. حبيبي يا رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا خير خلق الله. ببتدي بقى الحاجة اللي انا مقوراها او مطلعاها من الكوسة اوعي ترميها، لو رميتيها هتبقي انت الخسرانة. ممكن تعمليها من غير ما تحطيها فرشة كده. انا عملتها برضو في الحلة، دلوقتي هوريكم اللي هعمل فيها او هطبخ فيها الكوسة من غير اي حاجة تحتيها. طيب لو انا عايزه بقى اعملها في صينيه زي ما انا عملتها كده، الحاجه دي اللي طالعه من تقوير الكوسه ببتدي بقى ان انا بهرها بهار كويس جدا. حطي بقى الكزبره والكمون والفلفل الاسمر، الملح بتاعها ما تكتريش، حاولي بس تبهريها عشان تدي طعم للمحشي مش اكتر. حابه تحطي عليها فلفل طماطم اوكي، مش حابه براحتك. انا عملتها بس كده كفرشه في الصينيه اللي هدخلها او هطبخ فيها الكوسه. ببتدي بقى اجيب الخلطه اللي انا عملتها بتاعه المحشي، وببتدي بقى ان انا ايه أ- املي بقى كل كوسايه متقوره بالخلطه بتاعتي. الخلطه بتاعتي ما شاء الله كان حمرها جميل، وكانت حمرا وكانت جميله مش محتاجه اي حاجه. بوريكم انا بملي الكوسايه، وبعد كده بنفضها من الرز او ما بخليش عليها رز بره. وبعد كده بحطها بقى ايه نايمه على جنبها، بحيث انا عايزه الصينيه ديت تبقى دايره، تبقى محشيه دايره معايا. لا إله إلا الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حبيبي يا رسول الله، صلوا على الرسول كده معايا. ببتدي بقى إن أنا إيه أعمل بقى الكوساية كوساية كوساية، وأرصها محشية محشية. الله عليا، الله عليك يا روز لما بتقبلعي. روز لما بتقبلع يا جماعة بتوريكم حاجات جميلة يعني صراحة. بس جربوها وقولوا لي ايه رأيكم. طبعا دي الحلة مليتها، وقفتها بالطول، وحطيت فيها الكوسة كلها بالطول زي ما انتم شايفينها كده. وطبعا هحط فيها المرق او الشوربة بتاعتي ايا كان الموجود عندك. طبعا كان في طماطميتين قلت احشيهم برضو واحطهم يدوا منظر للصينية مش اكتر. الله الله ما شاء الله، تسلم ايدك. طبعا بحفز نفسي، وطبعا كل واحدة فيكم لازم أن تحفز نفسها على شطارتها وجمالها. واوديكي فين يا شطارة. الله على الجمال. ببتدي بقى الصينية دي بحط فيها الشوربة. طبعا المعروف وكلنا شاطرين وعارفين ان الكوسة بتنزل مية، يبقى مش هكتر الشوربة بتاعتها. انا عملتها بشوربة. لو مش موجود عندك شوربة تقدري تعملها الشوربة الكدابة. لو مش موجود عندك او مش عايز تعملي الشوربة الكدابة، مرقاية وتطبخيها بمية، بس الشوربة هتوديها في مكان تاني. كرنبين بس شوربه كده، مش هغطي المحشي بتاعي لان الكوسه فيها ميه. لاحظوا الحته دي، الكوسه هتنزل ميه، مش عايزه الحاجه تبقى معجنه معايا. الحله برضو هحط كرنيب او كرنبتين من الشوربه، كمان كرنيب بقى كمان من الشوربه يا رز. ايوان كده، واستكفي بكده قوي. الله عليك، تسلم ايدك. بس اغطي الحله بتاعتي، زودي كمان حبه يا ستي. اغطي الحله بتاعتي بقى، وعلى النار اجري بسرعه اولع عليها، واديله بقى شويه يتردد. وبعد كده الصينيه دي هنزلها بقى في فرن البوتاجاز تاخد وش زي ما انتم شايفينها كده. طبعا هي كانت حمرة جميله، شكلها تحفه. والله العظيم كان محشي خطير جدا وجميل. جربوه بنفس التركات، او كنت حاطه للامانه ربع معلقه شطه. ده محشي اللي موجود في الحله، طبعا جميل. عايزه تحمريه زي ما انا حمرته في فرن البوتاجاز اوكي، عايزه تسيبيه كده ساده مفيش مشكله. هو كده حلو كده حلو. في ناس بتحبه متحمر، انا عندي الولاد بيحبوه متحمر كده، فعشان كده عملت الصينيه دي. واللي موجود في الحله اهو. بوريكم الحبايه بتاعته، بوريكم قد ايه كان مفلفل، قد ايه كان احمر من جوه، قد ايه كان جميل، قد ايه طعمه حلو. ويا ريتكم كنتوا جنبي او مكاني وشامين وانا ادوقكم. شامين اللي انا شماه وادوقكم اللي انا عاملاه. الله عليا، ما شاء الله لا قوة الا بالله.
واللي وصل لغاية هنا ولسه ما اشتركش في القناة يشترك، بفضل الله كده وبفضلكم، عشان تدعموني وسيبوا لي كلمة حلوة من قلوبكم أو دعوة حلوة من قلوبكم ليا ولدوه في كومنت صغير جميل. يا أحلى وأجمل ناس في الكون. قولهم بقى إيه، أستودعكم الله. أستودعكم الله. قولهم مع السلامة. أستودعكم الله. مع السلامة.